تعالوا النهاردة نعمل كيكة يومية سهلة جدا. لو عندكم بقى اي مشكلة مع الكيك، سواء بيطلع معجن من جوه او الكيكة لونها غامق او هابطة، هنحل النهاردة كل مشاكل الكيك. هنعمل النهاردة كيك سهل وسريع ومكوناته اقتصادية، والنتيجة بتطلع معانا رهيبة. بتكون هشة وطرية جدا وعاملة زي النايتي بالظبط. شايفين قد ايه طرية وهشة؟ تعالوا بقى ندخل في الطريقة والمقادير على طول. وعشان نحضر الكيك بتاعنا هنحتاج 3 بيضات في حرارة الغرفة. ونطلع البيض من التلاجة قبلها بربع ساعة وهنسيبه لحد ما ياخد حرارة الجو. هنزود على البيض ظرفين فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وزي ما بقول لكم كل مرة واحنا بنعمل الكيك لازم نستخدم فانيليا بودر مش فانيليا سايلة، لان الفانيليا السايلة لونها غامق فممكن تغمق معانا الكيك شوية. وهزود كمان رشة ملح صغيرة كده عشان تظبط الطعم. نقلب الكلام ده كله مع بعضه وهننزل عليهم بكوباية من السكر. سكر حبيبات عادي جدا، ويفضل كمان ان احنا نستخدم سكر يكون لونه فاتح ما يكونش لونه غامق عشان ما يغمقش لون الكيك. نبدأ بقى نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا بالمضرب اليدوي والمضرب الكهربائي. اهم حاجة نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام بقى لونه فاتح جدا وكمان هش وكريمي. هننزل على المكونات دي بنص كوباية من الزيت. ونستخدم كمان زيت يكون نوعه كويس وما يكونش له اي ريحة خالص عشان ريحة الزيت ما تظهرش معانا في طعم الكيك. هنقلب الزيت مع باقي المكونات. دلوقتي بقى هنبدأ ننزل بالدقيق. هنحتاج كوبايتين من الدقيق الفاخر. الدقيق لازم ننخله كويس جدا قبل الاستخدام، ننخله مرة او مرتين. وطبعا من الخطوات المهمة جدا لنجاح اي كيك ان احنا لازم ننخل الدقيق كويس جدا قبل الاستخدام. ده بيساعد ان الهواء يدخل جوه فراغات الدقيق والكيك بتاعنا يطلع هش ومرتفع اكتر. هنضيف الدقيق على مراحل كده. هنضيف شوية دقيق ونبدأ نقلب كويس جدا. طبعا احنا لسه مضفناش اي مواد سائلة. هنعمل الكيك بتاعنا النهاردة بطريقة حلوة جدا هيخليه هش ومرتفع زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. احنا كده ضفنا تقريبا اكتر من نص كمية الدقيق. هنبدأ بقى ننزل بالحليب. معايا كوباية الا ربع من الحليب الدافي. هنضيفها كده على مراحل. هضيف شوية حليب وهبدأ اقلب كويس جدا. وطبعا بنستخدم حليب دافي، الحليب ما يكونش سخن ولا بارد. بنقلب الحليب كويس جدا لحد ما يختلط مع باقي المكونات. وهنضيف كمان شوية دقيق وهنزود عليهم ظرف بيكنج باودر كامل او معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 16 جرام. وهنبدأ نقلب كل المكونات دي في اتجاه واحد بالشكل ده. طبعا واحنا بنعمل اي نوع كيك لازم نقلب في اتجاه واحد كده عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه عجينة الكيك. وبالتبادل بقى بين الحليب والدقيق، يعني نضيف مرة شوية دقيق ومرة شوية حليب ونقلب. استخدمنا كوبايتين دقيق وكوباية الا ربع من الحليب. حجم الكوباية اللي انا استخدمتها كوباية بحجم 250 ملي. هضيف اخر شوية دقيق وهبدأ اقلب كويس جدا بالشكل ده. اخر مكون بقى هنضيفه في وصفة النهاردة وهو اهم مكون، ده اللي بيخلي الكيك بتاعنا لونه فاتح جدا من جوه، وكمان بيخلي الكيك هش وطري جدا وعامل زي النايتي بالظبط. في الاول كده هنضيف معلقة صغيرة من بشر الليمون، وهنضيف كمان معلقتين كبار من عصير الليمون. عصير الليمون مهم جدا في الكيك، بيخليه هش كده وفاتح، لونه فاتح، بيفتح لون الكيك جدا من جوه وبيخلي الكيكة طرية وطعمها تحفة. يبقى زودنا كده معلقة صغيرة من بشر الليمون وكمان معلقتين كبار من عصير الليمون. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. وده قوام الكيك بتاعنا النهارده، القوام يكون متوسط مش تقيل ولا خفيف. كده خلاص الكيك بتاعنا بقى جاهز. بنجهز بقى صينيه مقاس 22 او صينيه مقاس 24. هنبطنها كويس جدا بماده دهنيه، سمنه او زبده او زيت، وبعدين هنديلها كده رشه دقيق. هنحط خليط الكيك في الصينيه وناخد الصينيه نخبطها قدامنا كده خبطتين 3 عشان لو فيها اي فكاكيع هوا زياده تخرج منها. وهندخل الكيك على فرن سابق التسخين على درجه حراره 180. ونركز جدا في خطوه التسويه لان دي اهم خطوه في خطوات الكيك كله. هندخل الكيك فرن سابق التسخين، نسخن الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق. وهنحط الكيك في الرف الوسطاني والنار هتكون شغاله على درجه حراره هاديه او درجه حراره 180. الناس كمان اللي ما عندهاش تايمر في الفرن يبقى نشغل النار على درجة حرارة اقل من المتوسط او درجة حرارة هادية. هتاخد معانا في الفرن بالظبط 45 دقيقة او 50 دقيقة وهنلاقيها استوت. وفي الاخر خالص لو ما اخدتش لون ذهبي من فوق بنولع عليها الشوايه لمدة اقل من دقيقة عشان تاخد لون ذهبي من فوق. اهم حاجة كمان في تسوية الكيك ما نفتحش عليها باب الفرن وقت التسوية.
عشان ما تطلعش معانا معجنه من جوه وتكون لسه ما استوتش. ده شكل الكيك بقى بعد ما استوى، شايفين قد ايه هش ومرتفع. تقدروا بقى تزينوها كده من على الوش بشويه مربى وشويه من جوز الهند، او شويه عسل كده وشويه من جوز الهند. مش قادره اوصف لكم هي قد ايه طعمها حلو جدا. الكيكه نفسها طريه وسكرها مظبوط وطعمها زي النايتي بالظبط. جربوها بنفس الطريقه كده وبنفس الخطوات وهتطلع معاكم مظبوطه من اول مره. كل المكونات اللي انا استخدمتها هسيبها لكم مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. بالنسبه بقى لحجم الكوبايه، استخدمت كوبايه معياريه بحجم 250 مللي. لو الكوبايه المعياريه مش متوفره نقدر نستخدم اي كوبايه موجوده عندنا في المطبخ، بس اهم حاجه هنعاير كل المكونات بنفس الكوبايه. ولحد هنا وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.